عمرك قلت لنفسك قبل كده اني شفته قبل كده؟ ايوه صح، واني كمان. لازم افتكر اني هتجنن. استنى، لا اني مش فاكره، راح عن بالي. بالظبط كده، كنت هتتجنن وتعرف انت فين. انت الموقف ده حصل لك قبل كده، جيت المكان ده قبل كده ونفس الحاجات دي بتحصل بالظبط. حتى ممكن ما تكونش متذكر الموقف اللي هيحصل، لكن لما يحصل تقول ايوه فعلا انا شفت ده. لكن ده مش حقيقي خالص. تعالى بقى عشان اعرفك الحكايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد السيد ودي قناة جوكا والعلوم ودي حلقة جديدة ويلا بينا. والظاهرة دي اسمها الديجا فو، والديجا فو هي كلمة فرنسية معناها شوهد بالقبل. والظاهرة دي بقى بتيجي من بعد 8 سنوات، يعني الدراسات اللي اتعملت أكدت إن أقل من 8 سنين ما بيشوفوش الظاهرة دي. الظاهرة دي بتبقى منتشرة خصوصا في من سن 15 ل 25، يعني معنى صح في سن الشباب، وبتقل خالص لما السن يوصل ل 70 سنة. عشان كده في ناس ياما قوي ربطت الظاهرة دي بالنمو الدماغي. وبما ان الظاهرة دي مش مادية خالص، يعني مش حاجة ملموسة، ما قدروش العلماء ياخدوها يحللوها او يعملوها فحوصات، هي مجرد حاجة حسية، انت شعور او حاجة بتحس بيها، فدي حاجة ما ينفعش العلماء يحللوها. فعشان كده العلماء مش لاقي لها تفسير واضح، هو مجرد احساس بس مش اكتر. لكن الظاهرة دي لما عملوا دراسات عشان يشوفوا مين اللي بتجيله الظاهرة دي، لقوا رقم كبير بتجيله الظاهرة دي. تخيل كام؟ اكتر من تلتين سكان العالم، اكتر من 70% من سكان العالم بيحصل لهم الظاهرة دي. طب ايه سببها؟ وايه التفاسير اللي قالوها على الظاهرة دي؟ هقول لك انا. الحكاية بتبدأ لما العالم والكاتب الفرنسي ايمانويل بوريك لما كتب كتابه سايكولوجي اوف ذا فيوتشر. وفي الكتاب ده قال ان الظاهرة دي بتحصل لمعظم سكان العالم، والظاهرة دي اسمها الديفيدو. طب الظاهرة دي ايه اسبابها؟ معرفش. طب الظاهرة دي بتحصل ازاي؟ انا معرفش حاجة، انا ذكرت لكم الظاهرة وانتوا اتصرفوا، يعني شوفوا انتوا ايه ماشي حالكم. انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ ولكن خليني اقول لك ان هو فعلا كان عنده حق. هو فتح الباب لناس ياما قوي عشان تحط نظريات في الموضوع ده، ومن اهم 3 نظريات هشرحهم لك دلوقتي. وان اول نظريه اتحطت في الموضوع ده ساعتها كانت منتشره بطريقه غريبه شويه، وان الظاهره دي كانت مرتبطه بالناس اللي عندهم صرع وامراض نفسيه. طب انا دلوقتي بتجيلي الظاهره دي، انا ذات نفسي جات لي الظاهره دي، معنى كده ان انا عندي صرع؟ معنى كده ان انا مريض نفسي؟ مش بالظبط كده. ولكن العلماء اكدوا لكل واحد مريض بالصرع او مرض نفسي ان الظاهره دي بتحصل له بشكل كبير، او معنى اصح يعني بنسبه كبيره الظاهره دي هتحصل له. وخلينا نبدا بتفسير اول ظاهره، هي الدول بروسيسنج او المعالجه المزدوجه. وده بيحصل لما يكون في عمليتين بيحصلوا مع بعض ويحصل خلل في تزامن العمليتين. خلينا نضرب لك مثال. نفترض دلوقتي ان انت دخلت مكان وحصلت احداث وبتدور في دماغك. المفروض ان اول حاجه بيعملها المخ انه بيسترجع اي احداث قديمه حصلت زي الموقف ده، وتاني حاجه بيحصل فيها هي الالفه. يعني انت لو دخلت المكان ده قبل كده وحصل نفس الموقف ده، فانت هتحس بالالفه وهتحس فعلا ان انت حصل الموقف ده معاك قبل كده، وتفتكر ان فعلا الموقف ده انت كنت موجود فيه قبل كده. ولكن في نظريه الديفادو هو انك دخلت المكان وان المخ ما بيعملش استرجاع للذكريات، المخ اصلا واقف، يعني ساعتها حصل خلل في العمليه دي، فساعتها هتحس ان المخ بيسترجع وانت اصلا ما جيتش المكان ده قبل كده. والنظريه الثانيه بقى بتبقى خلل في الجهاز العصبي، وده عن طريق ان الجهاز العصبي بيبعت اشارات في حاجات مش موجوده اصلا، او ان بتسجل بيانات او حاجات، فبيحصل خلل وهي رايحه للخلايا العصبيه. خليني اضرب لك مثال. مثلا نفترض ان صاحبك اشترى كتاب لسه نازل في معرض الكتب وجاب لك الكتاب ده عشان يوريه لك، فانت شفت الكتاب فقلت له ايه ده؟ انا شفت الكتاب ده قبل كده. ومع انه مستحيل ان انت تشوف الكتاب ده الكتاب ده لسه نازل حالا وانت اول مره تشوفه، فايه اللي بيحصل؟ خليني اقول لك ان ساعتها العين الشمال بتشوف الكتاب وبتبعت ذكريات للمخ، وساعتها العين اليمين بتبقى لسه ما شافتهاش، بيبقى في خلل ساعتها بيحصل. فلما العين اليمين تشوفها وتبعت اشارات فتحس ان انت شفت الحاجات دي قبل كده. فده بيبقى عن طريق المفروض المعلومات والحاجات دي بتوصل لحاجه اسمها الفيجوال بيسك. الحاجات دي لما بتوصل متاخر او بتوصل مرتين زي ما قلت لك كده، عن طريق ان عينك اليمين شافتها وبعتت ذكريات، وبعد كده عينك الشمال شافتها وبعتت ذكريات، فبيحصل خلل وساعتها بيحصل معاك الالفه وبتحس بالديجافو. ونيجي بقى لاخر نظريه،
اخر نظريه دي بتقول ان لو حصل لك موقف حصل لك نفس الموقف ده قبل كده او حاجات مشابهه ليه، فبيبقى في حاجه اسمها ألفة بتحس من ناحيتها اللي انت كنت موجود في الموقف ده قبل كده. خليني اضرب لك مثال. دلوقتي انت مثلا رحت عند واحد صاحبك لاول مره تخش بيته، فاول ما دخلت شفت مثلا انتريه وديكور نفس الديكور الانتريه ده انت كان مثلا موجود الديكور ده عند جدتك زمان، فانت اول ما دخلت حسيت ان انت شفت المكان ده قبل كده، مع ان انت ولا شفته ولا حاجه. انت المخ رجع ذكريات بتاع لما كنت بتروح عند بيت ستك، فساعتها حصل الألفة وحسيت بالديجا فو. ودي النظريه الثالثه اللي حطوها. وبكده نكون خلصنا الثلاث نظريات اللي قلت لك عليهم. ولكن خليني اقول لك بقى ان في نظريات عكس الديفا دو اتحطت، من ضمنها نظريه اسمها ديريكسو فو ومعناها كانت على لساني. ايوه بالظبط كده. كم مره تبقى مثلا عايز تقول على حاجه او عندك مثلا امتحان شفوي ورحت، واول ما وقفت قدام الدكتور وسالك السؤال تقول له الاجابه كانت على لساني، انا عارفها انا فاكرها بس هي كانت على لساني. دي نظريه عكس الديفا دو خالص، ودي تبقى حاجه موجوده اصلا وفي مخيلتك في ذاكرتك بس انت مش عارف تطلعها. في الاخر يا صاحبي احب اقول لك ان احنا خلصنا، واي حد بيحصل له الظاهره دي ما يقلقش خالص. مش معنى ان هي بتحصل لك ان في موجود مثلا مرض عصبي او نفسي او اي حاجه او ذهني او اي حاجه، لا انت زي الفل وبتحصل للناس ياما قوي وبتحصل لي ومفيش اي حاجه. وبكده بقى نكون وصلنا للنهايه وختام الحكايه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب، الحاجات بقى اللي بنعملوها دي، والمصادر اللي عايز تبص عليها هتلاقيها تحت في الوصف. وبس كده، كان معاك محمد سيد، مع السلامه.